السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب كده يعودها علينا وعليكم وعلى امه محمد كلها باليمن والخير والبركات، يا رب يجعله عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. شفت ولاد رمضان؟ كان بصوا كنا امبارح مستنيين رمضان، النهارده العيد خلاص فاضل عليه ايام. سبحان الله العظيم. كل سنه طيبين يا حبايب قلبي. والنهارده ان شاء الله بقى ايه، عايزين نعمل كحك بقى باذن الله. انا عامله لكم طريقه الكحك اللي هي الكيلو، تمام؟ بس عاملاها بطريقه اللي هي بقى مش جايه اقول لك ايه انا معايا كوبايتين من السمن، معايا كوبايه من الدقيق، لا انا مش هعمل كده. بصوا يا حبايبي، انا هديكي فكره علشان خاطر زي ما بيقولوا كده ما تدينيش سمكه، لا اديني صناره وعلمني اصطادها ازاي. ماشي يا حبايب قلبي. بصوا هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده نص كيلو من الزبده اللي هي النيوزيلندي دي اللي انا استعملتها يا ولاد، وهحط معاها معلقتين من برضو زبده بس مسيحاها. بصوا حطيت معلقتين اهم زي ما انتم شايفين كده، حطيت واحده كمان يبقوا 3 اهم. ماشي كده. هنعمل ايه بقى؟ بصوا هنسيحها على النار ونشوف بقى كده احنا هنحتاج سمنه تاني ولا لا. انا عايزه اعلمك ازاي تعملي كحك، والله العظيم دي نيتي. فبصوا حبايبي كده هنشوف كده بالطريقه دي، طريقه بسيطه قوي كده، وان شاء الله هتعملي احلى كحك في الدنيا. كده يا ولاد السمنه ساحت معايا، بحطيت كده ايه 4 معالق من اللبن البودر. اول حاجه طبعا ده كيلو دقيق منخول، حطيت 4 معالق من السمسم، انا بحب السمسم زياده شويه، انت عايز تقللي مفيش مشاكل براحتك. بصوا حبايبي هنحط هنا بصوا ايه رشه من اول حاجه، بص هنحط معلقتين من اللبن البودر ونص معلقه من البيكنج باودر اهي، تمام؟ واحط رشه ملح صغيره بس كده. هي دي كل المكونات بتاعتي. هقلبها كده كويس قوي. انا مش هحط بقى ريحه كحك ولا محلب، انا مش ماليش فيه، مش بحبه. انت عايزه حبيبتي حطي. بص انا نزلت بالزبده بتاعتي اهي اللي انا سيحتها، اللي هي ايه نص كيلو من الزبده و3 معالق. هشوف كده طبعا السمنه سخنه مولعه، بس انا حطيتها على بال ما حطيت المكونات هديت سنه يعني. لكن انت لما اول ما تشيليها من على النار تنزلي بيها على طول، ما رضيتش ارجعها على النار تاني عشان الزبده الصفرا ما تستحملش يا حبايبي، عشان خاطر ما ايه ما تتحرقش معايا. بصوا يا ولاد هحط كده ايه شويه سمنه تاني. انا بصوا اهو شويه السمنه دول انا رحت جبتهم من البطرمان عشان تبقوا فاهمين. بصوا احتاجت معايا سمنه. انا عايزه بس اوريكي حاجه، عايزه اوريكي امتى تقولي لي بس اقول خلاص الكحك كده بتاعي تمام وهيطلع معايا كحك ناعم وحلو، وناعم اللي هو ايه الناعم المظبوط، مش ناعم زي الطحينه كده تاكليه كده تحسين هو زي الطحينه بيمسك في بقك كده، لا لا لا، عايزاه ناعم بس مخربش. بصوا حبايب قلبي اهو ايه بصي هتفتحي عجينتك كده، بصي اهو تفتيح بالطريقه اللي انت شايفاها دي. بصي بقى كده معايا قوام العجينه عامل ازاي، شايفه العجينه سلسه طريه جدا معايا اهي. انت لقيتي العجينه ماسكه نفسها عن كده، لا يبقى انت محتاجه شويه سمنه تاني. بصي يا قلبي بتمسك في كل صوابعي، شايفاها العجينه بتلزق زي الملبن في كل شايفينها يا ولاد؟ هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم مش اكتر والله. لو انت لقيتي كده المنظر ده كده حبيبتي، يبقى انت كده محتاجه شويه من السمن تاني. يعني لو انت لقيتي العجينه ماسكه نفسها عن كده من غير ما تسالي اي حد، لا ده العجينه كده، ده داليا كانت بتعملها، كانت العجينه في ايديها زي الملبن، بصوا بتلزق في كل ايديها، لا يبقى انا كده محتاجه شويه سمن تاني. يبقى انت مهما عملتي اي نوع من انواع الدقيق عملتي بيه اشتغلتي بيه، بصي شايفاها عامله ازاي؟ بصي العجينه عامله ازاي سايحه في ايدي بالبلدي كده سايحه اهي كده. ده القوام المظبوط يا حبيبه قلبي للكحك، عشان تبقي فاهمه تعملي باي نوع هتطلع معاكي زي الفل كده. انا بحط يا ولاد الخميره، بعمل ايه الخميره؟ المفروض الخميره انا اعملها قبل العجينه، بس احنا ايه سجلنا الفيديو فجي كده يعني. معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، معلقتين من الدقيق، حطيتهم على بعض او معلقه مش هتفرق يعني، ونص كوبايه ميه دافيه زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، نص كوبايه ميه دافيه. هقلبهم كده كويس زي ما انت شايفه كده، ده اسمه محسن خميره. وفي نفس الوقت بتختبري الخميره بتاعتك صالحه ولا لا، عشان ما نبوظش كل اللي احنا عملناه، المقادير بتاعتنا كلها تبوظ، حرام طبعا الحاجه بتتكلف. بصوا اهو بالمضرب الصغير كده ضربتهم كده في بعض كده زي ما انت شايفه. بعد كده هغطيهم باي حاجه اهو، غطيتهم بستريتش زي ما انت شايفه كده. هغطي كده الطبق بتاعي كده بحيث ان هو بس اسيبه ايه يخمر شويه كده. بص الخميره عليت وفورت معايا ازاي، تفاعلت معايا اهي، بقت عامله زي اللبن وهو بيفور. هنزل بيها بعد ما ايه ورقت كده عجنت كويس قوي السمنه مع الدقيق، هنزل بالخميره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بصي اتبعي الخطوات واحده بواحده واعملي الكحك كده، وبيقولي لي كده ايه في اللايف كده يا داليا العجينه بتاع الكحك بتاعك طلع عامل ايه. والله شويه كحك بصي مش عايزه اقول يعني ما حدش بيعمل الكحك ده، معلش بقى حته عجينه طارت، العجين طري ما شاء الله معايا ازاي. بصي كده العجينه كده تبدا تشد معاكي
تمسك نفسها مش هتبقى طريه. بص خدي بالك كده العجينه ايه بدات بص تعاكسني ازاي اهي، مسكت نفسها ما بقتش طريه. عايزه ايه بقى؟ كوبايه ميه دافيه، مش هنزل بيها مره واحده، اوعي تنزلي مره واحده. في دقيق بياخد نص كوبايه، في دقيق بياخد كوبايه الا ربع، في دقيق ياخد منك كوبايه وعايز تاني كمان. فبص يا حبايبي انواع الدقيق كتير وتختلف عن بعضها، فلازم نبقى عارفين. انا هنا يا اولاد بعمل بدقيق اسمه المرشدي، جايباه من عند العطار، دقيق سايب عادي خالص، بس عملت حاجتي كلها بيه والله العظيم تحفه. بصوا حبايبي اهو نزلت بنص الكوبايه. تلمي كده ايه الجوانب بتاعتك، بصي فتحي، انا ما بعجنش، بصي لمي بايدك بس اهو لحد ما الميه تختفي اللي انت حطيتيها. في بق صغير انا هحطه كمان اهو، لان انا حسيت العجينه محتاجاه لسه ماسكه نفسها قوي. بصي يا ولاد اهو اسهل من السهوله. شفتي الكحك وتعملي احلى شويه كحك والله العظيم. الكحك بتاعنا اللي بيدوقه، وبعدين الزبده النيوزيلندي يا ولاد بتعمله طعم حلو قوي. عايزه اقول لك على حاجه، انا حاطه هنا زودت السمنه شويه، يعني انا حطيت المفروض يبقى انا يعتبر حطيت نص كيلو من الزبده، وحطيت حوالي 4 معالق من السمنه. عارفين ليه؟ لان الزبده بتخس عبال ما بتسيح، لكن لو انت هتعملي بسمنه ممكن تعملي نص كيلو من السمن ومعلقتين هرميين مليانين، تكون السمنه في الثلاجه وتعملي بيها ايه، تملي معلقتين هرميين وتحطي بالطريقه اللي انا عملت بيها دي. لو لقيتي العجينه ماسكه نفسها عن ما انا كنت بعمل كده حبيبتي، سيحي معلقه تاني وحطيها قبل ما تحطي الخميره يا قلبي، هو هتعملي احلى كحك في الدنيا. تعرفي ازاي ان انت مش عايزه ميه؟ بتعملي كحكايه على ايدك كده وتططيها، لقيتيها ما شققتش ولا فلقت، يبقى كده تمام التمام. بص انا بعمل ايه، نقشتها بايدي من غير منقاش، بقول لكم بصوا النقشه باينه فيها ازاي اهي، في منتهى الجمال يا قلبي. وتعملي يا حبيبتي وتاكلوه بالف هنا وشوفها هيعجبكم قوي. يلا عشان نعمل العجميه يا ولاد، اعمل لكم العجميه بطريقه حلوه قوي، بس هنغطي بس العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. غطيتها طبعا بكيس استريتش وسبتها بقى. هنا معايا ايه، معلقه من السمن، معلقه من الدقيق يا حبايبي، معلقه هرميه مليانه من الدقيق. هقلبها تقلبتين كده لحد بس اللون ما يبدا الدقيق لونه يغير معايا سنه كده. هنزل بالمكسرات، خليكم معايا كده. لا الحشوه دي في الكحك حكايه، جربوها يا حبايبي. كان عندي شويه عين جمل على شويه بندق، كسرت عين الجمل بايدي، والبندق بقيت اقسم الواحده 2 بالسكينه بس كده. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. ومعايا يا ولاد كوبايه صغيره اللي هي بتاعت القهوه دي، مليتها عسل نحل. عسل نحل، بلاش تحطي عسل شربات، مش هينفع، هينشف في الكحكايه ويحرق لك الكحك، ما ينفعش حبيبتي. العسل النحلي بيختلف. بصي اهو انا نزلته على الطاسه، بس معلش الحته ديت ايه التليفون فصل فيها والله غصب عني. بصوا انا حطيت كده ايه كوبايه العسل النحلي يا ولاد عليها. هعمل ايه بقى، هقلب فيها كده لمده دقيقتين لحد ما الاقي ايه القوام بتاعها بدا يتقل. اول ما الاقي القوام بدا يتقل، بدات تمسك نفسها، اطفي عليها على طول. بصوا حبايبي اهو بالشكل ده كده. وانا بقلب بقى هلاقي ايه بدات تعمل عرق كده بيطلع معايا في المعلقه، هشوفه اروح طافيه النار على طول. ركزوا كده معايا، شايفين بدات تعمل بصوا عرق ازاي، هطفي النار اهو كده تمام. لازم اول ما اطفي النار، بمجرد ما تطفي النار تروحي تفضيها في طبق على طول، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي شايفينها عملت عرق اهي، خلاص كده فضيتها في طبق على طول وهي سخنه، ما ينفعش تاخد سخونيه الطاسه عشان ما تنشفش معاكي، عشان لسه هنعمل ايه بقى، هنكورها. حطيتها بقى هنا كده ايه تبرد، على ما تبرد بتكون مسكت نفسها، وبعملها كور عشان احشي بيها يا حبايبي. دي كده العجميه بتاعت ايه الكحك، بس الحشوه دي خطيره يا جماعه، جربوها. بصوا اهو باخد منها بصوا يا جماعه اهي، فرشت كيس ايه كده تلاجة على طبق، وباخد كده واكور على قد ايه الكحكايه. شايفين يا حبايبي اهو، بصي بتكوري المكسرات كده على قد ايه اهو، كور كده. جربي كده حبيبتي ان شاء الله هتعجبك قوي. هنا بقى ايه في نقشه بالمشط. المشط ده يا ولاد انا مشترياه جديد للكحك، بس ما بعملش بيه حاجه غير الكحك، بيعمل معايا نقشه رقيقه قوي كده، بيخلي الكحكايه جميله. ده دي واحده انا هعملها كده واوريكي، وعملت بالمنقاش اهو. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. تحشي بقى كده بالطريقه دي، تلمي كده وتقفلي على الكحكايه بتاعتك يا قلبي. عشان انا كنت بتكلم يا ولاد، عشان انا كنت في لايف والله، عامله الكحك ده في لايف.
بس انا عجنت خارج اللايف، كنت بصور وبعد كده ايه قعدت بقى ناقشته في اللايف وكده، وكنت قاعده مع حبايبي وصورناه. بصوا يا حبايبي، لو انت حابه تنقشي النقشه دي، بص النقشه دي رقيقه قوي يا جماعه، ما بتستوي شكلها حلو قوي، هي مش باينه في الكاميرا بس هي عامله زي الوردات الصغنطوطه كده، جميله قوي. دي بقى هنقشها بالمنقاش. العجينه ملبن معاكي، بتاخد وتدي، تشكلي فيها زي ما انت عايزه وتعملي الاشكال اللي تعجبك. الكحك طلع معايا اهو يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكحك والله جايب دوبان كده وجميل وتحفه، كحك بمعنى كلمه كحك. الرنج ظالم اللون طبعا بتاعه خالص. بصوا يا حبايبي دخلناه الفرن زي ما انتم شايفينه، عملت درجه الحراره على 100. بصوا يا ولاد لما طلع الكحك على فكره مش مستحمل ايدي، بس بخربشه مش زي الطحينه يا حبايبي. تعملوه يا حبايب قلبي وتاكلوه بألف هنا وشفا يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين. يلا يا ولاد ان شاء الله ربنا يعودها علينا وعليكم وعلى امه محمد كلها بالخير واليمن والبركات يا رب، واللي ما حققش حاجه ربنا يحققها له ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.